بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فيديو النهاردة هنشوف فيه مع بعض إن شاء الله إزاي أقدر أوصل مفتاح وأركب مفتاح في اللمبة الليد، بحيث أقدر أتحكم في شدة الإضاءة بتاعة اللمبة الليد أيا كان حجمها وأيا كان نوعها. ولكن الموضوع في اللمبات الشعبية بيكون سهل شوية، علشان فك وتركيب اللمبة اللمبات الشعبية بيكون سهل جدا. الفكرة تعتمد يا أصدقائي في إن إحنا بنقلل التيار اللي بيروح عندنا للليدات، فبالتالي لما التيار بيقل بيحصل عندنا هبوط للفولت رايح عندنا للليدات. طيب أي لمبة ليد هتلاقي فيها درايفر. الدرايفر ممكن تلاقيه في اللمبة نفسها مدمج عندك في البوردة اللي فيها الليدات، وممكن الدرايفر يكون منفصل بأي شكل من الأشكال بقى، ده أو ده أو ده أو ده، حسب الواط بتاع اللمبة. كل ما الواط بتاع اللمبة بيكون أعلى كل ما الدرايفر بيكون حجمه أكبر، عشان يدي معايا تيار كافي يشغل معايا الليدات. طيب كل الليدات ديت او كل الدرافات ديت هتلاقي فيها اي سي اهوت، وهنا اهوت، وهنا اهو، وهنا في البوردة دي اهوت، وهنا اهوت. في كل الحالات هتلاقي جنب الاي سي مقاومة بتحدد او بتتحكم في التيار اللي بيخرجها. التيار اللي بيخرجه عندنا الاي سي. احنا كل الفكرة كلها ان احنا نلغي المقاومة بتاعت اللي بيحدد التيار، ونوصل بدالها مقاومة متغيرة. هتلاقي عندك هنا جنب الاي سي اهوت، هنا مقاومتين اهمت، اتنين مقاومات اهمت. بوردة تانية هيت جنب الاي سي اهوت، مقاومة اهي، مقاومة جنب الاي سي اهيت. نجيب بوردة تانية اهيت، هتلاقيها برضو جنب الاي سي، مقاومة برضو اهيت. بوردة تانية اهي جنب الاي سي، مقاومات من الناحية ديت، مقاومات من الناحية دي. المقاومة اللي هي بتحدد عندنا التيار الخارج من الاي سي بتكون متصلة بأطراف الاي سي مباشرة، ملهاش علاقة خالص بالليدات، يعني تكون متصلة مباشرة بالاي سي. طيب هركن كل دوت كده، وهنجيب معانا اللمبة اللي احنا هنشتغل بيها. انا جبت لمبة جديدة اهيت، نوع شعبي نشتغل بيها. احنا ممكن نوظف الفكرة دي في حاجات كتير جدا جدا. دي كده يعتبر دواية بفيشة. هركب عندي اللمبة كده اهوت ونجربها قبل ما نعمل فيها اي حاجة. كده مفتاح وضع تشغيل، جيبه مشترك كده. اللمبة شغالة اهيت. هفصل تاني كده اللمبة زي ما هي كده اهوت، علشان المفتاح عندي هنا خارج من المنطقة دي كده، او من الجزء ده كده. هاجي عندي هنا واعلم كده علامة المكان اللي ركب فيه عندنا ايه المفتاح، علامة اهيت، عشان المفتاح اللي اركبه يبقى خارج كده بره، بحيث لما المشترك دوت او الدوايه دي راكبه في الحيطه كده اهوت، يبقى المفتاح عندي في الخارج، اقدر اتحكم في الاضاءه بتاعه اللمبه. طيب نفك تاني اللمبه كده اهوت بعد ما علمنا المكان اللي راكب فيه المفتاح، ونفك الكفر بتاع اللمبه اهوت. كده واضح ان الدرايفر عندي هنا يعتبر مدمج عندي هنا في البورده نفسها اهوت، والمقاومه اللي بنتكلم عليها اللي هي بتحدد التيار الخارج من الاي سي اهيت اهي. قيمه المقاومه واضحه قدامنا اهيت، 8 ار 2، يعني 8.2 اوم. لو قسناها بالملتيمتر كده اهوت، نجيب ملتيمتر، وضع الصفارة أو وضع الأم أيا كان، المقاومة نقيسها نشوف هي كام مع بعض كده اهوت. 8.2 أوم اهوت، مديني نفس القيمة اللي مكتوبة عندي على المقاومة. طيب في نقطة مهمة هنا، أنا دلوقتي دورت عندي في مفاتيح الفوليوم اللي عندي، ملقتش عندي مفتاح فوليوم. المفروض نستخدم مفتاح فوليوم على سبيل المثال 100 واط أو 100 أوم أقصد، أو 500 أوم. ملقتش عندي حاجة هنا أقل من 10 كيلو. أقل حاجة لقيتها عندي 10 كيلو. طبعا 10 كيلو مش هيشتغل معانا بشكل كويس. المشكله تبقى في حاجه واحده بس، ان هي لو افترضنا ان ده مفتاح كده الفوليوم اللي معانا اللي هو الواحد كيلو او ال10 كيلو، لو وصلت الطرفين دول اللي هو ده وده، هيشتغل معانا المفتاح الجزئيه دي بس، الجزء ده بس. لو وصلنا السنتر الطرف اللي في النص والطرف ده، هيشتغل معانا الجزئيه دي بس. يعني المفتاح مش هيشتغل كله، هيشتغل معانا جزئيه بس، مش كل المفتاح. ده السبب ان عندنا قيمه المفتاح كبيره. لو اشتغل بمقاومه بقى، مقاومه متغيره او مفتاح فوليوم 100 اوم، هيبقى الموضوع حلو جدا، والمقاومه تشتغل معايا، بتدي معايا اداء كويس جدا جدا. دي كده الفكره من المفتاح لما يكون عندنا قيمته عاليه 1 كيلو او 10 كيلو، او قيمته منخفضه 500 اوم او 100 اوم. هجيب قطعتين سلك همت، وابتدي افك عندي هنا البورده ديت. قبل ما افك البورده السلكين دول افصلهم، وبما ان عندي هنا الطرفين دول، او بما ان عندي هنا الدرايفر مدمج عندي في البورده، فبالتالي الطرفين دول
متصلين عندي هنا بالكعب بتاع اللمبه، فبالتالي مفيش عندي هنا سالب وموجب. في حاله ما يكون الدرايفر داخل اللمبه من جوه هيبقى في عندي سالب وموجب، وبيكون دايما الاسلاك عندك فيه لونين. قبل ما نفك البورده نفك الاسلاك، نتعرف بس على نقطه مهمه جدا. عندي هنا المقاومه قلنا 8.2 اوم. لما اجيب عندي هنا بوتنشيومتر مقاومه متغيره 1 كيلو او الحاجه اللي اشتغل بيها، او 100 اوم او 500 اوم، المفروض عندي على سبيل المثال لما اجيب عندي هنا المفتاح مثلا على اليمين خالص كده اهوت، اقصى اليمين، اقيس النقطتين دول. لو ادوني عندي هنا قيمه اقل من 8 اوم مش هينفع، لان كده ممكن الليدات يخرج لها تيار عالي فيحرقها. لو خرجت القيمه اكتر من 8 اوم ممكن الاضاءه، لو خرجت على سبيل المثال القيمه بين دي والنقطه دي والنقطه دي، المفتاح الاخر كده ناخد مثلا 20 اوم او 100 اوم، هتبقى الاضاءه ضعيفه، فبالتالي نراعي موضوع النقطه دي كده اهوت. خارج كام عندي هنا؟ 7.1 اوم. والمقاومه عندي هنا كام؟ المقاومه عندي هنا يعتبر 8.2 اوم. كده احنا لما نقلل قيمه المقاومه نركب مقاومه اقل من 8 اوم، يعني 7 او 6، الاضاءه تبقى اشد، فبالتالي الليدات هتتحرق. لما اركب مقاومه قيمه اعلى على سبيل المثال 10 اوم 12 اوم، الاضاءه بتبقى اقل، فبالتالي لو وصلت المقاومه دي كده بالشكل كده اهوت 7 اوم، يبقى انا كده قللت المقاومه، فبالتالي التيار هيزيد فيحرق الليدات. ناخد بالنا من النقطه دي. طب الحل ايه؟ الحل ممكن اركب عندي مقاومه هنا اهوت. لو اديتني المفتاح عندي الطرفين دول ادينا زيرو، المفتاح عندي مثلا 1 كيلو دوت بيدينا عندي هنا زيرو، الاثنين دول مع بعض بيديني مثلا 4 اوم. 4 اوم، يبقى محتاج اركب عندي مقاومه على الطرف ده والطرف ده 8 اوم او 7 اوم، اللي هي بدل المقاومه اللي كانت راكبه عندي هنا، اللي هي دي اللي احنا نلغيها كده. لان عندي لقيت النقطتين دول مدينا عندي هنا زيرو، ركبت مقاومه 8 اوم بحيث يبقى عندي هنا ما ينفعش زي ما قلنا لحضراتكم، ما ينفعش انزل عن القيمه او اقلل عن القيمه اللي موجوده عندنا في اللمبه. كده لما اقيس عندي الطرفين دول كده اهمت بعد المقاومه هيديني كده كام؟ هيديني 8 اوم. كده اداني 8.3 اوم. كده ممكن نجرب بقى دلوقتي المقاومه ديت. هجيب اللمبه بتاعتنا واشيل عندي هنا المقاومه اللي هي ديت اللي جنب الاي سي ديت، سخن عليها بالكاويه كده بالتصدير. كده المقاومه شلناها اهيت. اظبط عندي اللحام، اجيب بقى عندي النقطتين دول السلكين دول ونوصلهم عندي هنا ونجرب كده مع بعض. ابتدي اجيب عندي هنا الكعب او الدوايه بتاعت اللمبه اهيت، واجيب المشترك اللي في الكهرباء اهوت واوصل كده اهو، بسم الله كده. لما من ورا كده يعتبر اشد اضاءه، يعني كده الاضاءه بتاعت اللمبه كده، اللمبه الاضاءه قلت خالص اهيت، لكن مش هتقل خالص لدرجه الصفر، او مش هتقل خالص لدرجه انها تطفي خالص. كده اقل اضاءه اللمبه نعلي كده الاضاءه من المفتاح، العكس كده الاضاءه بتزيد اهيت، الاضاءه بتزيد كده خالص، كده يعتبر اقصى حاجه اللمبه. نرجع تاني كده اهوت. ده كده المقاومه اشتغلت بيها تعتبر مقاومه 1 كيلو، يعتبر مظبوطه جدا جدا مع الاضاءه عندي هنا. ولكن هنا المقاومه ديت ما فيهاش عندي هنا سن نثبتها عندنا داخل اللمبه، عشان كده جبت عندي المقاومه التانية اللي ديت، اللي هي دي اللي يعتبر 10 كيلو. طبعا 10 كيلو كبيره جدا، يعني مش هتبقى مناسبه جدا مع اللمبه، ولكن دي عشان في عندي هنا صاموله بحيث المفتاح يثبت عندي هنا في اللمبه. افك بقى عندي اللمبه تاني اهوت، واشيل عندي البورده بتاعت الليدات. قبل ما اشيل البورده افك عندي السلكين بتاع 220 فولت، وافك عندي برضو المفتاح. افك بقى عندي هنا البورده اهيت، خرجت معانا البورده.
السلكين دول لما اجي اركب عندي البورد هنا، هعمل عندي ثقب في المكان اللي علمناه دهوت بالدريل كده اهوت. دي بنطة 8 مللي عشان اركب عندي هنا مفتاح. كده ثبت السكين في الطرفين اللي هم الدنيا عندي هنا والمفتاح على الاخر، والدنيا عندنا حوالي 8.2 اوم اللي هي قيمة المقاومة اللي راكبة عندنا في البوردة. هاجي عندنا في البورد دوت واشوف عندي هنا مكان يكون فاضي مفيهوش مسارات، واعمل فيه فتحة نعدي منها السلكين دول. مكان يكون فاضي مفيهوش اي مسارات او اي تريكات عندنا في البورد. النقطة دي فاضية اهي مفيهاش حاجة، النقطة دي كده اعمل ثقب عندي في المنطقة دي كده، النقطة دي. كده عملت الثقب اللي اعدي منه الاسلاك بتاعت المفتاح. هثبت بقى عندي المفتاح هنا في جسم اللمبة. كده ثبت المفتاح وربطت اهوت. اطراف المفتاح هي تحت، هجيب أكرة كده نثبتها نركبها في المفتاح نضغط عليها قبل ما نربط او قبل ما نقفل اللمبة. كده ركبنا المفتاح اهوت. هبتدي بقى عندي اعدي هنا السلكين دول من البوردة، دول هيعدي عندي هنا من الفتحة الصغيرة دي اللي عملناها. الاتنين هيعدوا من الفتحة اللي هي في النص. كده عدت البوردة مكانها، ثبت بقى الطرفين بتوع 220 اللي هما دول في المكان بتاعهم، وثبت دول مكان المقاومة دي. كده ثبت الأسلاك كلها زي ما كانت اهيت. نقفل بقى الكفر بتاع اللمبة اهوت، وهنجيب عندنا الدواية بتاعت الدواية اللي هي كده مفتاح اهوت بره اهوت كده، ونجرب نخليه كده واضح. كده الإضاءة تعتبر قليلة، نعلي كده الإضاءة كده واحدة واحدة كده. الإضاءة عالية اهيت، نعلي الإضاءة كده. دي كده أقل إضاءة لللمبة اهيت. نعلي كده تاني نجرب مع بعض. قول بسم الله وعلي كده الإضاءة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم المفتاح بيشتغل في منطقة صغيرة بس بتشتغل عشان المفتاح هنا يعتبر قيمته كبيرة. كده الإضاءة بتعلى معانا اهيت. كده الحد الأقصى للإضاءة اهوت. نرجع تاني زي ما كنا اهوت. وبكده احنا شفنا مع بعض طريقة عمل مفتاح لللمبة لتعلية أو خفض وتعلية الإضاءة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.